السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنشرح باراميتر DRA. الباراميتر اللي ظاهر قدامك في فولفو بنتا اسمه Rated Engine Speed Inverted، وده ليه علاقة مباشرة بالRPM الاسمي للمحرك. يعني ايه الكلام ده؟ ده الباراميتر اللي الكنترول بيحدد من خلاله أقصى سرعة دوران مصمم عليها المحرك، مش السرعة اللي بيوصلها لحظة التشغيل، لا، السرعة الاسمية اللي كل الحسابات مبنية عليها. القيمة 0 بتساوي 1500 RPM، والقيمة 1 بتساوي 1800 RPM. يعني ايه عملي؟ يعني الكنترول متبرمج ان المحرك يا اما محرك اسمي 1500 لفة او محرك اسمي 1800 لفة، وده فرق كبير جدا خصوصا في المولدات، المحركات البحرية ومحركات التشغيل الثابت. ليه الباراميتر ده خطير ومهم؟ لأن عليه بيتحدد توقيت الحقن، كمية الوقود، الحماية من زيادة السرعة، حساب الحمل، وأداء المحرك كله. لو الباراميتر ده متظبط غلط، الموتور ممكن يسحب زيادة أو يكون مكتوم أو يفصل حماية أو استهلاك الوقود يعلى أو RPM يبان مظبوط على الشاشة بس الأداء وحش. أمثلة عملية: لو المحرك مولد 50 هرتز لازم يكون 1500 RPM، ولو الباراميتر متظبط 1800 الموتور هيبقى تايه والكنترول هيحسب كل حاجة غلط. ولو محرك بحري أو صناعي مصمم على 1800 والباراميتر على 1500 الموتور مش هيديك قدرته وهيبان ضعيف. خطوات الفحص الصح: أول حاجة تعرف المحرك ده مصمم على كام من لوحة البيانات أو الكتالوج أو رقم الشاسيه. بعد كده تدخل على السوفت وتشوف قيمة Rated Engine Speed، هل 1500 ولا 1800. تراجع قراءة RPM الفعلية وتقارنها بصوت وأداء المحرك. لو في عدم توافق تتأكد إن مفيش ليميتات تانية مربوطة بالRPM زي Overspeed، Idle Speed، Max Speed. إمتى نغير الباراميتر ده؟ فقط في الحالات دي: بعد تغيير استخدام المحرك، بعد تغيير ملف فلاشة، بعد تغيير كنترول، أو لو حد لعب في البرمجة قبل كده. تحذير مهم جدا: تغيير الباراميتر ده عشوائيا ممكن يسبب تلف موتور أو فصل متكرر أو أداء سيء جدا. لازم يتغير بعلم وفهم. نصيحة مستشار الكنترول: الكنترول بيفكر بالأرقام بس، الفن الشاطر هو اللي يفهم ليه الرقم ده موجود ويخليه يخدم المحرك مش يضره. وفي ختام الفيديو بنعلن إن متاح برمجة وبيع ملفات جميع كنترولات فولفو ورينول وبرمجة معدات فولفو وفولفو بنتا وباصات فولفو عن بعد لأي مكان في العالم. للتواصل واتساب 015 10 94 609. متاح جميع ملفات الفلاشة وبرمجة الكنترولات عن بعد. ولو عايزين توصلكم كل جديد من فيديوهاتنا المميزة اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو. في أمان الله.